فخلاص دي بقى دلوقتي حضرتك خلاص تقدر من أول ما تشوف المريض أو تشوف الإشاعة تقدر تحدد على طول هو عايز إيه. بالظبط كده. طيب إمتى حضرتك بتقول في تدخُّل جراحي للإيد وإيه الاستخدامات؟ لإن أنا عارفة إن في شرايح وفي wires دلوقتي وفي حاجات، يعني بالظبط. ممكن نشرح للناس طيب إزاي العملية؟ الاول هقول هو جراحه الايد عشان الناس ما تفهمهاش غلط، هي مش جراحه الكف. آه. يعني جراحه الايد مش معناه ان انا بشتغل من الريست، لا، كُلّه بقى. جراحه اليد والطرف العلوي بتبتدي من الضوافر آه. الى الرقبه، جذور الاعصاب اللي طالعه من الرقبه. تمام. تمام، اللي هي إمم. الضفيره العصبيه اسمها. آه. وبالتالي انا خليني اقولها لك بمثل بسيط كده، ان لو مثلا طفل لا قدر الله باب بيتقفل على الطرف بتاع صباعه ده وعمل له جرح، ده آه. جزء من التخصص. تمام. يجي لك إمم. واحد تاني. طيب هنرجع بقى تاني لنفس القصة بتاعت الأمراض والإصابات. أيوه. أنا عندي أمراض زي إيه؟ مثلا اختناق العصب الأوسط أو اللي هي متلازمة النفق الرزغي. آه. دي بيبقى فيه عصب مخنوق في الإيد، العصب دوت بيعمل تنميل وكهرباء ويأثر على الحركة. ده تخصص جراحة يد، هنا ده نوع من الأمراض. تمام. طيب واحد تاني اتخبط في ايديه او وقع، من الاصابات الشهيره جدا، بيلعب مثلا كوره والكوره راحت واخده صباعه ده وراحت تانياه، آه، ممكن بالضبط. تعمل له قطع في اربطه، ممكن تعمل قطع في اوتار، ممكن تعمل كسر، ممكن تعمل الثلاث حاجات دول مع بعض. تمام. هنا ده تخصصنا برضو. بيجي طفل اتولد بملخ ولاده، حاجه اسمها ملخ الولاده، او اللي هي الاصابه في الضفيره العصبيه العضديه اللي هي من الرقبه، اللي هو بيبقى دي مثلا وهو بيبقى بسبب إن وهما هو بيتولد، بيتولد. وهو بيتولد بيتشد، آه. يعمل شد على الاعصاب اللي هنا. آه. احنا اللي بنقيم الموضوع ده. وفي بقى التخصص بيسمح لك ان انت تقدر تقول هذا الطفل هيتحسن ولا مش هيتحسن.